داير مرأة، أنا ما داير مرأة تشيل سلاح أو تلبس كاكي تجي تجيب في المكان ده. هسه كل الناس تختلف معايا، بقول لي هو يا أظن يوسف أنت أنا كلامتك اتكلمت مليون مرة، مليون مرة أنا اتكلمت بنفس الكلام. كونه امرأة يعني هسه رأيكم شنو؟ أنا مع الرجل صح، هاي خلينا ندرب الرجل ده، خليه يندرب. ما انت اصلا اي راجل اي شاب جيت في الميدان خليه يضربوك. ميليشيا الجندوية يضربك ب 23 ب 40 بالصناعي بالرباعي، ما مشكلتي انا، ما ده الحريق بيقول كده. لكن الجاب الام ده جابوا هنا، ما في زول وش بيجيب الامهات ده، ما في زول بيجيب العوين ده. دار شنو؟ يعني انت تتخيل اذا امراه دي اتأثرت في المعركه والجندوية ربطوها وشالوها مشبوه، بكره نقول شنو؟ دار نقول شنو؟ في زول بيقبل امه يربطه. كل المكونات اللي حصل الحرب حاصل في السودان دي، الجيش قوات شعب المسلح شفتوا جاب نساء في المعركه؟ جيش جاب نساء؟ لا. ميليشيا الجنجويد جاب نساء في المعركه؟ لا. ما بنجيب. امهاتنا ده خليه يقدموا في البيت هناك. انا بقول كده لانه اي حاجه جات في الميديا انا بجي برد في الميديا. ما تجي تقول لها يوسف ليه مشيت رديت في الميديا؟ برد هنا في الميديا لانه في زول بمشي بيجيب النساء ده، في زول بفتح لكم الشارع بقول لكم تعالوا نرفع الفيديوهات وتعال انا نصورها. الكلام ده مرفوض يا زول. من ما المعركة دي بدأ ما شفنا أي مكون من المكونات أو من أي قطاع الهسه بيقاتلوا ده ما جاب امرأة ولا جاب بنات لبسهم كاكي ووقفهم ليلة في الشارع. أنا بتكلم لأهلي تسمعوا الكلام ده، لأنه أي حاجة يحصل بعدين محسوب علينا نحن ومحسوب علينا نحن كشباب موجودين في الميديا وكانوا شتا. في زول بيجيب فيديوهات بتاعت أخواتنا دول وأمهاتنا دول برفع عليكم في اللايف عشان يجي يقولوا اقسم بالله العظيم مورال اخواتنا بيقاتلوا امهاتنا. يا زول هاي الحرب ده ما حرب بتاع النساء ولا حرب بتاع الرجال بتاع الشفه. الكلام ده افهمه كويس. ده انا واحد من المكون بتاعنا، انا بديكم رساله من هنا افهمه. الحرب ده الجيش قوات شعب المسلح ناس قات زول قات فريق، زول قات فريق، زول قات اللواء وقع في المعركه ده. المعركه ده ما بتاع هزار. الكلام ده خطوه في بالكم. راكم شنو بكره لو هسه انا شفت امراه يعني مش واحد مش اثنين، يعني اعمارهم اكبر من 70 سنه تيجي وتوقفوا في المعركه تقول له شيل سلاح؟ ها؟ تقول له شيل سلاح اجيب هنا وابشر ومورال فوق وتعالوا كبروا يا زول؟ ده كلام فارغ ساكت. انا بعرف امهات ديل يا اخي يجيبوا مويه، يجيبوا اكل، يجيبوا شراب، يجيبوا للناس يسلمون برا هنا برا منطقه العمليات. في ناس يمشي يلقوا الامهات ديل يشيلوا منهم الاكل، يشيلوا منهم الشراب، يشيلوا منهم الادويه، تجيبوه في مكان المعركه. يعني انت تقاتل النساء واقفين بالكميه، اطفال بيجوا واقفين والمورال فوق يضربوكم بالمسيره. والله عظيم يدقونا بالمسيره بكره جد نجي نفكي. وافهم كلام انسان اللي بوريك في عينك ولا تجي تصفق للناس ما عشان ما تقول يا اخي دارين نسجل التاريخ. ده تاريخ بليد، ده تاريخ وهمي. لو سجلنا التاريخ بنفس الفكره وبنفس المنهج. انا اتكلمت بانه يا شباب اللي كانوا بيجيبوا اخواتنا في الزمزم، اللي كانوا بيجيبوا بنات ديل في الفاشر، انا اتكلمت قلت يا ناس يا ناس ما تجيبوا اي بيت. ولا حتى انا قاعد اتكلم بقول له قوات شعب المسلح جات انتصرت، ما في زول يطلع يقف يعمل الله اكبر جيش واحد شعب واحد. اسكت ساكت اقعد في بيتك. جات مشتركه اسكت ساكت اقعد في بيتك. ما في زول بيجي يدق عليك باب. جات جنجويد قلت اسكت ساكت اقعد في بيتك. ليه؟ لانه انا عارف القطر بتاع الحرب ده انا فاهمه 100%. 100%. ثلاثة قلت الله اكبر مشتركه فوق مورال اوب رفعت فيديوهات بكره بيجيك الجنجويد تتبلى. اسمعوا الكلام ده. جيش واحد شعب واحد بكره بيجيك الميليشيات بيجيك اي زول. انا عشان كده قلت للمواطن انت امسك خشب. شفت المعركه ما عجبك هيشيل عيالك سلام نفسك وسلامه ابنائك اطلع من مكاننا. لكن اي زول انا بختلف من باقي النشطه، والله انا بختلف معكم جوا برا. ايوه انا بختلف معكم.